شلون مالغون خزيان المخبق وخلق تختا من خرزة شاوعة منو هضرا اديوم هديرة وخقو بنيثة القش القرش يضرانا دكتاوة ادميقرا سامي بهنام تيمون تخازخ مو إلى الكريم، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نلتقيكم اليوم في حفلنا البهي بمناسبة صدور الكتاب الموسوم بعنوان التفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي، خيار تربوي وضرورة مجتمعية، للكاتب والأستاذ القدير سامي بهنام المالح، والصادر عن جامعة جيهان بمحافظة أربيل. جمهورنا العزيز، نستهل وقتنا وحضورنا هذا بالوقوف حبا وطوعا لوطننا العزيز العراق للاستماع لنشيده الأغار. الجلال والجمال والسلام والمآل في النور والحياة والنجاة السيدات العزيزات، السادة الأعزاء، حضورنا الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، اسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم جميعا. نلتقي اليوم في أرض التاريخ والعراقة والإباء، في البقعة التي تفيض سلاما وحبا ووئاما، في أقدس الشموخ والصمود، حيث ترتسم ملامحها على وجوه أبنائها وبناتها، كبارها وصغارها، رجالها ونسائها، لتقول بأنها كانت ولا زالت أماً للجميع. نلتقي اليوم في هذا المشهد الثقافي لكي نحتفي سوية بقامة من قامات شعبنا الفكرية والثقافية، وهو الكاتب المبدع والأكاديمي القدير الأستاذ سامي بهنام المالح، حيث نشهد اليوم على صدور آخر منتجاته الفكرية، وهو كتابه الموسوم التفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي، خيار تربوي وضرورة مجتمعية، والصادر عن جامعة جيهان في محافظة أربيل. وأننا في اتحاد الشباب الديمقراطي العراقي كنا وسنبقى من الداعمين للحركة الثقافية والفكرية، وذلك لتأثيرها المباشر في تشكيل الوعي والإدراك لدى الفرد العراقي، كما أننا نسعى لكي يصبح الكتاب ركناً أساسياً من أركان البيت العراقي، وأن تصبح القراءة نهجاً فكرياً ونمطاً حياتياً. وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في الاتحاد، نتوجه بالشكر والامتنان للكاتب سامي بهنام المالح لجهوده المبذولة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح والعطاء. كما نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا الحفل الكريم، والشكر موصول لكم حضورنا البهي. والآن سنكون وإياكم في حوار مفتوح مع الكاتب سامي بهنام المالح للحديث عن كتابه متناولا مضمونه وفحواه، حيث سيدير الحوار ويقدمه الأديب ناهض الهندي، آملين أن تقضوا أوقاتا طيبة. أسعدتم مساء جميعا، وأنا سعيد جدا أن أكون للمرة الأولى في مدينة القوش. حرصت على أن أحضر إليها لما تمثل هذه المدينة بتاريخها العظيم وما أنجبت من رجال يفخر بها العراق كله. ولا أريد أن أطيل في الثناء والمديح، لأن هذا مستقره ومقره في القلب، ولكن لا بد من التعبير عنهم ببعض الكلمات. أشكر المنتدى وأشكر الأخت العزيزة التي قدمت لنا، وأشكر حضوركم البهي
في هذا الحفل. طبعا الأستاذ سامي المالح غني عن التعريف، ولكن درجة العادة على أنه يذكر بعض من سيرته الذاتية في هكذا لقاءات. فكما تعرفون أنه هو أستاذ تخرج ونال درجة بكالوريوس في علوم الفيزياء من العراق، واستخدم هذا البكالوريوس فيما بعد في كون له خبرة تدريسية لأكثر من 3 عقود قضاها في التعليم بين العراق ومهجر السويد الذي اختاره بعد العراق لظروفه الخاصة. وهناك قدم دراسة جامعية حول تطوير الأنظمة التربوية والتعليم في البلدان النامية في جامعة ستوكهولم، وكان طوال هذه الفترة مهتما وباحثا في التعلم النشط بالاستفادة والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المعاصرة في التعلم، ولعله هذا الكتاب هو واحد من نتاجات هذا الاهتمام. وطبعا خلال هذه المسيرة قد نظم الكثير من السيمينارات العلمية حول التعليم في العراق، وكان لرئاسته للجمعية السويدية العراقية المهتمة بقضية التربية وبقضية التعليم وقضايا الأطفال والمرأة والديمقراطية ل10 سنوات تقريبا. كان رئاسته لهذه الجمعية أثر بالغ في أنه تكون له ممارسة عملية حول عملية تطوير العملية التربوية. ولعل أنه كتابه السابق قبل أن يصدر، لأنه هذا ليس هو إصداره الأول، أنه كتاب التعلم من منظور أوسع، هذا نعم هذا الكتاب الذي قدم فيما سبق، اللي قدم في عام 1924 عفوا 2024. احنا بعدنا نعتق ماشي عام 900 فعام 2024 قدم هذا الكتاب. وكان هذا الكتاب يعني ينحى إلى المنحى العملي أكثر مما هو يقدم دراسة نظرية، وهو طبعا هذه نراها ونلحظها من نتائج خبرته العملية في التدريس. اليوم أيضا نقدم هذا الكتاب اللي هو التفكير النقدي في عصر الذكاء الصناعي. أنا أقدر وقتكم وأقدر وقته، فلذلك أنا أدخل في الموضوع مباشرة. هذا الكتاب لو تلاحظون عنوان لديه عنوان رئيسي وله عنوان ثانوي. العنوان الرئيسي هو التفكير النقدي في عصر الذكاء الصناعي، والعنوان الثانوي هو خيار تربوي ضرورة مجتمعية. العنوان الرئيسي وأنا أعتقد أنه هذه مهمة جدا، كما يقولون عندنا في الأدب يقولون أنه العنوان نص، العنوان هو وحده نص وهو في السرد نص، وبالتالي هو اختصر الكتاب في العنوان وأبرز 3 قضايا وجعل فيما بينهما رابط. تحدث عن التفكير كمفردة، وهي التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات التي يعيش بينها، وكذلك انتقل إلى مفردة النقد الذي هو جزء من عملية التفكير، ثم أوجد علاقة بين التفكير والنقد مع الذكاء الصناعي، وكلها جعلها في دائرة واحدة وفي دائرة المعاصرة. وبالتالي العنوان يدل على أنه يعالج قضية تربوية معاصرة، وليس هو بحثا نظريا بحثا، بل هو مسألة ممارسة عملية. من هنا أنه أريد أن أبدأ في الحوار مع الأستاذ سامي وأسأله سؤالا مباشرا، أنه من أين جاءت فكرة هذا الكتاب؟ شكرا جزيلا. ربشوخ مطاوة، وأنا لين رابي لطيف الجزء كذا، أنا لين كلش مجامل لكن محكم كبيرة، خاصة قضايا المجاملات. القش لقب أمر كبيرة، بس خمن دي زورة بمرن دي جزء مليانة. القش بالنسبة اللي بلبي له اتلقى معنا كبيرة 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 رابع، هم بخاي هم بلبي. هي خشوة مليانة، ويعني خاشوهاري لطالي اعتزاز رابع لطالي أنا هوناخذ كيوان. ولقب طاشن كل صريحين أنا خشيون انثيلي أنا الألقش خقاتا باون جمعانا، وأنا كيرن كل مثواثا ديناثا إتن كبيرة من ديانة
هم جمعيلا هم من ديانة لن جمعيلا. فأنا دائما هات بالي وتخمنتي وبخاي خشيون وكبن هاون جمعان وكبيرة بصفن وإيقاع ومليثا من ناشد القش كله اتلي اهتمامات ثقافية كبي أدب كبي خاي كبي منتيثة حتما انت اسباب اي واخنا كل المطالبين تخملوا خاصه موضوعا تفكيري اللي بتخملوا خاصه دائما جمعه دائما ان مديان مجمعينا شيء بش خيلان ان مديان بربزينا احنا كنروح عن كواي. مع الاعتذار انا دخلت هيك اهلا بالضيوف اللي ما يتكلمون لغه سورث. قالك بخير لأنا قد بكردي بصدقان أوي دوائي بي بسيار كا بكردي دتوانية أوي بي بعربي دتوانية وبسورة أوج دتوانية هم السيا موجود سوار موزون زور موجات زورة من يكسر دائما أو موضوعك. قبل أن أبدي أنا بالكتاب وأجاوب على السؤال أستاذ ناف أردت أراوي في الصورة هيك مثل المقبلات قبل أن نبدي بالوجه. فدقيقة هيك تأمل 30 ثانية. يكفي روح على لانه انا خريج فيزياء واينشتاين بالنسبه لي شيء كبير وما عدا كونه فيزيائي ورياضي وعالم بس هو عنده اهتمامات ادبيه فلسفيه. فانا اختاريت بعض الشغلات اللي هي تتعلق بجوهر الكتاب تتعلق بالجانبين جانب التعلم والحقائق ولكن بالتفكير أيضا. المدرسة اللي نتعلم بيها ويختبرونا وهاي وما نعرف ايش قد نتعلم بس الحياة اللي تختبرنا يوميا وتعلمنا. وبعدين ارتكاب الخطأ. أنا مدرس وأكيد أساتذة القاعدين هنا أنا واحدة من الأمور اللي أبدي بيها في أي صف بالسنة الدراسية أقول اللي الطالب اللي ما يحاول يخطأ ما راح يتطور. وأقول لهم أنا راح أدرس راح أخطأ يجوز مو يوميا بس راح أخطأ وتشوفون وأعترف بخطأي. واحدة من مصادر التعلم هو الخطأ. ليش كتبت أنا هذا الكتاب؟ شنو المبررات والدوافع اللي دفعتني لكتابة هكذا كتاب؟ الدافع الأول أو الشغلة الأساسية هي الخبرة الحياتية والفهم اللي بدأ ينضج ويتطور عن أهمية التفكير والتفكير النقدي بالذات. وبعدين أنا صحيح عشت بالسويد بس أنا في تماس مباشر مع مجتمعنا العراقي بكل تكوينه بكل تركيباته وأعرف وأتحسس وأشوف لقيت هذا المجتمع بحاجة إلى التفكير بشكل عام وإلى التفكير النقدي. أكو فد فراغ أكو فد نقص كبير بفهمنا للتفكير دور التفكير في حياتنا إلى آخره وبالذات التفكير النقدي حتى ما متداول في الجامعات في مراكز البحث العلمي ناهيك عن المدارس وبالشارع وبالحياة الآن. وأكو خلط بين التفكير النقدي والنقد أو الانتقاد وهذا راح نجي نحكي به هواية. فهذه هي الأمور الأساسية اللي دفعتني أن أكتب كتاب لمجتمعنا هنا. هذا الكتاب صحيح أنا معتمد على هواية مصادر أجنبية وعلى الخبرة في التدريس بالسويد ولكن أنا منطلق من الواقع العراقي وموجه الكتاب هو للمجتمع العراقي والمجتمعات اللي تشبه العراق هاي البلدان العربية وغير الشرق الأوسط. فهو مو نقل
مو استيراد فكرة، أو هو تحسس بما يحتاجه واقعنا والانطلاق من هذا الواقع وكتابة مادة أكاديمية. شكرا. طبعا أنا أعتبر أنا موجة واحدة، وبشتت موجات أنا مش موجة واحدة. أستاذ سامي، خلينا ننتقل إلى المسألة أخرى. عادة يقولون إنه يعني كل علم اللي يريد يعرفونه يقولون تعريفه وموضوعه وين أو المغزى والرسالة، شو الثمرة من هذا العلم. هسه احنا تحدثنا إنه من جاءت هاي فكرة هذا الكتاب. إذا أردت أسألك إنه أقول لك شنو المادة الأساسية اللي تناقشها في هذا الكتاب، تقدر تعطي لنا فكرة عنها يعني؟ أنت قلت بالبداية المادة الأساسية تقريباً العنوان يعكس المواد الأساسية، ولكن المادة الأساسية هي مادة جداً واسعة ومهمة ومعاصرة وملحة هسه في المجتمع الإنساني ككل، وخاصة في مجتمعاتنا، هو التفكير النقدي. إذا أنت لاحظت قارئ الكتاب أكيد. أول فقرة أنا بادئ بها بالفصل الأول هو التفكير قوة الحياة. فالمادة الأساسية اللي يعالجها الكتاب هو التفكير النقدي، ولكن هذا التفكير النقدي مرتبط بالأساس عالمياً تدريسه وتعلمه واستخدامه وتوظيفه بقضية التربية والتعلم بجانب كبير من هذا، ومرتبط أيضاً بالفلسفة، مرتبط بتطور العلوم، مرتبط بالتطور الحضاري للشعوب، زادت ملحة طرح هذا الموضوع بالتطورات التكنولوجية السريعة اللي تجتاح العالم هسه. شنو الموقف منها؟ كيف احنا راح نفتهمها؟ كيف نواكبها؟ وكيف نواجه إمكانيات استخدامها من جهة وتحدياتها المصيرية ومخاطرها من جهة أخرى؟ شنو أداتنا؟ شنو سلاحنا لمواجهة هاي؟ فاللي يقرأ الكتاب من الفصل الأول إلى الفصل الأخير يشوف أنه وقفة خيط يمتد من جذور التفكير النقدي وأصوله التاريخية، منين بدأ ووين راح ينتهي. راح ينتهي أن يكون سلاح بيد الإنسانية لتوظيف الذكاء الاصطناعي ولأنسنة الذكاء الاصطناعي قدر الإمكان من خلال مواجهة تحدياته والمخاطر الجدية اللي تصاحب الإمكانيات الهائلة اللي يوفرها للإنسان. فهذا الخيط لشرح مفهوم التفكير النقدي من تعريفاته، أصوله، تكوينه، عناصره، عوامله، تأثيره في التربية، المعوقات التفكير النقدي إلى آخره. هاي هي محتويات هذا الكتاب. بس أنا ردت شوية أثير أهداف الأساسية، يعني شنو هدفي من هذا الكتاب؟ قادم هو هذا. بلي أوكي. يعني هو عادة احنا نحكي عن الموضوع وقلنا بعدين نتحدث عن الأهداف. أوكي. وأنا أقول يعني شنو الرسالة اللي توصلها من هذا الكتاب، أهدافك يعني هل هو، وبالتالي هم أريد أسألك يعني بدقة حتى نختصر السؤال، إنه هذا الكتاب هل هو دراسة نظرية يعني بحوث فلسفية وإلى آخره، أو إنه لا مثل ما أنت تقول إنه هو ضرورة خيار تربوي وضرورة اجتماعية؟ التربوية عادة هي مو قضية نظرية، قضية عملية. فهذا أريد توضح لي إياها مع الأهداف إذا ممكن. هو الأهداف هاي واضحة، الجمهور قريب كلهم قروها. واحدة من الشغلات الأساسية هو هاي النقطة الأخيرة، تشجيع الحوار والمناقشات والدراسات والبحث العلمي حول هذا الموضوع بالذات. بالوطن العربي أنا من بديت أكتب، عادة اللي يكتب يدور مصادر بالبداية، مصادر جدا قليلة يعني تكاد تكون معدومة عن هذا الموضوع، وكل المصادر هي مجرد شروحات بسيطة لشنو هو التفكير النقدي، تعاريف التفكير النقدي، تكوين التفكير النقدي، ما تتجاوز عدة صفحات. أكو كم كتاب يعني يجوز 3-4 مصادر أساسية، كم كتب هي أيضا
محدودة يعني بدراستها، بمصادر المعتمدة عليها، بتوظيف هذه القضية. أنا ردت أن أختلف عن هذا الموضوع، ردت أن يكون المادة أكاديمية بها دراسة أكاديمية نظرية وفلسفية، ولكن بها أيضا توظيف هذه الأفكار وهذه النظريات، هذا التوجه الأكاديمي بالواقع العملي في التربية والتعليم، وفي أيضا في الحياة الاجتماعية. في كثير من أمثلة، أنا جايب أمثلة، مثلا نحكي على الاختلاف بين التفكير النقدي والنقد. فأنا رايح دارس شنو النقد في مجتمعاتنا، من تعريف كلمة النقد في القواميس العربية أو الكردية أو سورة ما عندنا يجوز عندنا إيش قد هي مشحونة بالسلبية، بينما التفكير النقدي هو ما مشحون بالسلبية، هو عملية إيجابية تبدأ من دراسة المشكلة وتنتهي بإيجاد حل وتطوير. فهذه عملية متكاملة احنا غافلين عنها، احنا في تراثنا، في ثقافتنا، في ممارستنا العملية اليومية، سواء كنا تربويين أو حتى في علاقاتنا اليومية بين العائلة. النقد في الشيء صعب، هو بحث عن الأخطاء، هو لوم، يعني حتى بالقاموس المرادفات هي اللوم، التوبيخ، البحث عن السلبيات، بينما هو التفكير النقدي بعيد عن هاي الأمور. نعم بنقد، ولكن النقد يكون جزء بسيط من عملية متكاملة، عملية معقدة متكاملة، وهدفها الأساسي تهدف إلى مثل ما قلت إلى المعالجة وحل المشكلات والتطوير والإبداع والابتكار. هو هذا الجوهر الأساسي من التفكير النقدي. بهذا الموضوع أستاذ سامي، هي موضوعة النقد الآن يعني أكو ما ينصرف له الذهن في ثقافتنا بغض النظر عن الاعتماد على اللغة، أنه النقد كأنما هو بحث عن العيوب. نعم. الآن أنت لما تتكلم عن التفكير النقدي، أريد هذا المعنى بالضبط، بس ولو فهمت من كلامك أنه التفكير النقدي هو محاولة معالجة المشكلة المعاصرة لإيجاد أي مشكلة معاصرة أو مو معاصرة، المشكلة أي مشكلة أصلا المعاصرة لأنه له علاقة بالكتاب، يعني لأن أنت تستخدم كلمة العصر، فأنا فهمت منها المعاصرة. الآن المهم خلينا ندخل في الجو العام، نقول أنه يتحدث عن النقد كعملية دراسة الواقع في محاولة لتطوير هذا الواقع. هذا هو المقصود بالتفكير النقدي. لو عنده هذا قصدك بالنقد، هو هذا تريد توصل به. أنا أريد تفكك لي هذا للجمهور. تاريخ البشرية في الحقيقة، إذا واحد ينطلق من منطلق فلسفي أو منطلق تاريخي أو منطلق علم الاجتماع أو بالأخير جت علم النفس، علم التربية، هاي العلوم الإنسانية. تاريخ الإنسان هو تاريخ مواجهة المشاكل والتحديات وحلها والانتقال إلى مشكلة جديدة. إذا طالما الإنسان يعيش، هو يعيش في الطبيعة ويعيش كمجتمع مع الناس الآخرين، يعني يواجه أيضا الطبيعة والعلاقات. فهذه مليئة بالمشاكل والتعقيدات والتحديات، سواء كانت إيجابية أو سلبية. احنا من نقول مشكلة، مصيبتنا احنا من نقول مشكلة نعتقد إلا مشكلة لازم تكون سلبية. مشاكل مو سلبية. هسه هذا الموبايل ما بيه مشكلة، بألف فائدة، ولكن بألف مشكلة أخرى يمكن باكر عقبة بعد 20 سنة راح يضحكون علينا من كان عندهم موبيل. هذا واحد قاعد شايل بيده موبيل، هو هذا موبيل والله، يقول لك كان مثل ما أدري شلون. فأي مشكلة أي تعقيد في الحياة ممكن معالجته. الإنسان اللي يواجه المشكلة هو من خلال التفكير بالذات. وأي تفكير، أكو أنماط للتفكير كثيرة، بس التفكير اللي هو بمستوى أعلى هو التفكير النقدي، اللي هو في الحقيقة يتضمن أو يوظف التفكير الإبداعي، التفكير التحليلي،
اكو هوايه انماط هي تدخل بشكل او باخر في عمليه التفكير النقدي. فهاي عمليه التفكير النقدي هي حل المشكله، ومن تحل المشكله مو تقعد على اساس خلصت، راح تواجه مشكله جديده، وهي المشكله الجديده ايضا يراد لها تفكير. وبهذا الشكل طور الانسان، تطور ككائن اجتماعي، وتطورت عمليه التفكير، وتطورت ادوات اللي يستخدمها يوظفها الانسان لمعالجه المشكله. واحده من الادوات اللي المهمه هو الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي هو محصل حاصل للتطور التكنولوجي اللي هو الانسان دا يخلقه، الانسان دا يوجهه. وكل تطور الحقيقه من بدايه البشريه لحالها، كل تطور، كل شيء جديد هو مخيف، بتحديات وبمخاطر والى اخره. يعني يجوز اول طياره احنا محصل حاصل من جت الطياره، يجوز ما حد يعرف شنو الطياره. يقول لك شافوها بالسما ايش قالوا؟ متعجب خالق بعيره. اي بس يجوز المكان اللي سووا به طياره، يجوز الناس كانت مرعبه، هاي الناس راح توقع تموت وهذه كارثه والى اخره. فكل الاختراعات الجديده، كل الهاي عاده هي كل جديد مخيف، كل جديد الى ان يثبت الى ان هو مخيف. الذكاء الاصطناعي نفس الشيء تقريبا، مع الفارق انه هذا سرعته، امكانيته، استخدامه، توظيفه يختلف. فالتفكير النقدي هو عمليه مصاحبه لتطور الانسان، تتطور مع تطور الانسان وتفيد الانسان في تطور. وتامت خلقت النقا يوم من خرزة شاوعة من نهضرة تأيوخا هدير لخا القرش درانا دكتاوة أونت إيوا قوبنيثة القش قبل نخبني قارن وش مشينا.